ليالي روكسي. طبعا هذا المسلسل اللي عم ينعرض على بعض الشاشات برمضان، من المفروض كان انه هو مسلسل بيحكي عن انتاج اول فيلم سينمائي سوري عام 1927، المتهم البريء، وعن زيارة شارلي شابلن الى دمشق. ولكن المسلسل يتجه نحو عملية اضحاك مجانية عبر كاركترات. هاي الكاركترات اما عندها طريقة حكي معينة، بتغير بطريقة الحكي وبالصوت وبالأداء، أو عندها بتلدغ بأحد الأحرف أو بأكثر من حرف، أو هي شخصيات عندها عاهة معينة بالجسم فبتتحرك بشكل غريب. وبعضها كمان شخصيات امرأة مسترجلة ورجل بيلبس حجاب وبيعمل حاله امرأة، يعني مجموعة كاركترات مهمتها الإضحاك. وهي عبارة عن تهريج على الشاشة لمدة 40 دقيقة من كل حلقة، بتخليك تكره السينما من أساسها وتكره المسرح من أساسه وتكره أنك تتفرج على التلفزيون من أساسه. المسلسل هو مجموعة كاركترات عم تحاول تعمل شيء من الهبل على الشاشة. طبعا لا في نص، لا في إخراج، لا في أداء تمثيلي، في حالة استسهال بالممثلين، مجموعة كبيرة من الكومبارس اللي ما عندهم أي قدرة على التمثيل. طبعا المسلسل بيجي نحكي عنه انه هو من بطولة النجمة المحبة لبشار الأسد وماهر الأسد، سلافة فواخرجي، ومخرج القصر محمد عبد العزيز. طبعا بنصح الجميع انه ما حدا يشوفه، لانه هو مسلسل تافه على كافة الأصعدة. هذا كل شيء. بشوفكم فيديوهات تانية بركي عن مسلسلات تانية او قضايا تانية.